الفيديو ده بقى لكل عايزة تعمل لولادها في البيت اكل نضيف، وعايزاه ولادها ما يشتروش من بره مصنعات ولا برجر. وكل الولاد انا عارفة ان هم بيحبوا البرجر وبيطلبوه، فعشان كده عملت لك الفيديو ده. هنعمل النهاردة فطاير البرجر التحفة باحلى طعم واحلى نتيجة، ولو جربتيها ان شاء الله هتعجبك. اول حاجة انا معايا كوباية مية دافية، علبة زبادي صغيرة، الزبادي ما يكونش طالع من التلاجة مباشرة، يكون بدرجة حرارة الغرفة، عشان هنعمل فطاير تحفة، عجينة تشبه جدا عجينة البيتزا. ربع معلقة صغيرة ملح، ومعلقة صغيرة سكر، عشان دي اللي هتنشط الخميرة، ولازم تكوني واثقة من الخميرة بتاعتك. تمام، لازم تكوني واثقة من الخميرة بتاعتك. انا عشان واثقة من الخميرة بتاعتي عملت الخطوة دي، ضفتها على طول يعني. ربع كوباية زيت، بصي مفيش اسهل ولا احسن من كده. ربع كوباية زيت، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر. ماشي، دي المكونات السايلة. هبتدي كده ادوب السكر كده مع المكونات دي، عشان عايزة السكر يدوب كويس، عشان مش يخرص في قلب العجينة. دوبت السكر. على فكرة لو ما عندكيش زبادي ممكن تحطي لبن عادي. ولازم تراعي ان احنا في الشتاء لازم كل حاجة تستخدميها تكون دافية. اي مكون سائل بتستخدميه، لبن او زبادي او اي حاجة، ما يكونش خارج من التلاجة على طول. ماشي. ضفت بقى نص كيلو دقيق. النص كيلو دقيق عمل لي كمية الفطار اللي قلتها لك في اول الفيديو، ما شاء الله كمية كويسة جدا. لان كل فرد بياخد قطعة واحدة، فطيرة واحدة بيقدرش ياكل اكتر منها، بس هي كانت ما شاء الله يعني النص كيلو عمل لي ما شاء الله كتير، يعني الصينية وريتها لك في اول الفيديو. ماشي، هبتدي كده الم العجينة كويس. لو لقيتي العجينة فيها سنة تلزيقة بسيطة كده ما تزوديش دقيق، احنا عايزينها كده، عايزينها يكون فيها سنة تلزيقة بسيطة. بصي بقى، مع العجن بتبتدي تلم معايا وتبطل تلزيق. هو ده اللي احنا عاوزينه، هو ده اللي احنا عاوزينه، عشان العجينة تبقى مرنة جدا. وده اللي حصل معايا. بصي العجينة عسل، دي احلى عجينة انا عملتها بصراحة. وانا بشتغل فيها اصلا كنت مرتاحة، وكانت ريحتها اصلا، ريحة العجينة وانا بشتغل فيها كان ريحتها تحفة. عجنتها كويس جدا مدة لا تقل عن 8 دقايق. بعد كده دهنت وشها دهنة زيت خفيفة، عشان وشها مش يعمل قشرة. وهغطيها واسيبها في مكان دافي لحد لما تخمر. طب في الوقت ده اعمل ايه؟ هحضر البرجر بتاعي. هقولك النهاردة انا بعمل البرجر ازاي، وان شاء الله هتعمليه وهيعجب الولاد. نص كيلو لحمة، عليها نسبة دهن او نسبة دسم، ماشي يعني 20%. باكت من خلطة البرجر، واضيف رشة ملح ورشة فلفل. رشة الملح بسيطة، عشان الخلطات دي بيبقى فيها ملح، بتبقى مالحة قوي. رشة ملح بسيطة، ورشة من الفلفل الاسود. هبتدي كده اخلط او اعجن المكونات مع بعض كويس جدا، علشان اللحمة تكون متبهرة وطعمها حلو. ما بحطلهاش اي حاجة تاني. عجنتها كويس جدا، هبتدي اشكلها. طريقة التشكيل زي ما انت عايزة، ممكن تعمليه بايدك كده بالشكل ده زي ما انا عملته. احنا عايزين الحجم ده عشان نحشي بيه الفطيرة. ممكن لو عندك مكبس برجر تمام، ما عندكيش مفيش مشكلة. اي غطا برطمان او برطمان مربى او برطمان مخلل وبكيس تلاجة، وهتشكليه بالطريقة دي زي ما انا بعمل كده. بس يا ستي عملنا البرجر، شكلناه كل قطع قد بعضها، ونراعي ان احنا هنحشي بيها الفطائر. العجينة بقى بعد ما خمرت ما شاء الله، يعني ما خدتش مني ساعة اصلا مع ان الجو برد. بص بقى العجينة تحفة، مرنة وطيعة جدا معايا زي الاستك. هبتدي بقى اقسطها او اقطعها يعني. على بصي، اعملي الحجم اللي انا هوريهولك ده قد الاستفندية بالظبط. الحجم ده طلع كويس جدا معايا، يعتبر قد الاستفندية كده. الحجم ده حلو. انا جيت اوزنها بالميزان طلعت 78 جرام. بس اهم حاجة كلهم يبقوا نفس الحجم، عشان شكل الفطاير في الاخر يبقى حلو في الصينية وانتي بتقدميها. هلفهم بقى كده واقفلهم من تحت كويس، واسيبهم يرتاحوا بعد الخطوة دي. مفيش 10 دقايق ربع ساعة قبل ما افردهم. يعني عايزه اوريها لك وانا بفردها، عايزه اقول لك على الجمال وعلى الروعه وانا بفردها. ما عذبتنيش خالص، كانت بتفرد لوحدها اصلا، مش محتاجه حاجه تتفرد بيها. هوريها لك دلوقتي على قد هي عجينه تحفه. بصوا ما شاء الله هشه جدا وناعمه، مش قادره احكي لك. كانت بتتفرد بسهوله جدا بدون اي صعوبه خالص. بفردها بس كده، مش بخلي بقى حته سميكه وحته رقيقه، لا، خلي سمك العجينه كلها زي بعضها. ماشي. حطي بقى قطعة البرجر وشريحة طماطم
واي نوع جبنه عندك، جبنه تركي، جبنه موتزاريلا، جبنه شيدر، اي نوع جبنه عندك حطيه. انا كان عندي موتزاريلا، حطيت بقى شريحه البرجر وشريحه الطماطم وشويه جبنه. ماشي، كمان واحده قدامك اهي، فردتها كويس. كل العجينه سمكها قد بعض، ما تخليش الاطراف رقيقه ومن تحت ايه سميكه. ماشي، ابتدي بقى قفلي عليها كده كويس جدا جدا، واعمليها ايه زي ايه بقى، زي صورة الدنانير. عارفة صورة الدنانير اللي كنا بنعملها زمان؟ هي دي صورة الدنانير بقى. خلصنا الكمية كلها، صينية مدهونة دهنة خفيفة من الزيت، رصيت الفطاير. هي نص كيلو دقيق عمل لي الكمية دي بالظبط، على قد الصينية ما شاء الله. دهنة لبن وشوية ايه، شوية سمسم على الوش. هسيبها ترتاح بعد الخطوة دي برضو ربع ساعة قبل ما ادخلها الفرن. تسوية الفطاير دي نفس تكنيك تسوية عجينة البيتزا. الفرن سخن جدا، درجة حرارة أعلى درجة حرارة عندك، شغلي الفرن عليها ودخليها رف أوسط. ماشي، وتابعيها، مش هتاخد منك أكتر من ربع ساعة. ماشي، بعد كده لما تطلع من الفرن وتستوي، أنا بقى دهنتها بإيه بقى، دهنة زبدة على شوية لبن، وسبتها بقى كده ترتاح وتهدى شوية قبل ما أقدمها لكم في المشهد ده او الماستر سين ده. اتمنى الوصفة بتاعتي تكون عجبتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.